السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايبه لكم بقى وصفه الشاورما الخطيره، الشاورما المصري، شاورما اللحمه اللي هي هترجعكم بقى لايام زمان وايام الطعم الجميل اللي كنا بناكل بيه سندوتشات الشاورما دي، وكنا نبقى مبسوطين كده. طبعا دي كانت ملكه الرحلات يعني اي رحله كنا خلاص سندوتشات شاورما طبعا على طول. تابعوني وهتشوفوا كل التفاصيل والتكات اللي هتخليكم تطلعوا شاورما اللحمة دي زي الطعم الأصلي بتاع زمان. الطعم اللي احنا كنا نحب كده واحنا لما بنخرج في أي مشوار نقف قدام سيخ الشاورما وريحته بجد تجيبنا من آخر الدنيا. شوف مع بعض مقاديرنا. هنا عندي 4 كيلو من قطعية السمانة. كنت يعني جزار شكر لي صراحة في القطعية دي ان هي هتبقى حلوة جدا وطرية فعلا. كانت كده يعني صراحة. 4 كوبايات زبادي، عندي ملح، 4 معالق صغيرة بهارات، 4 فلفل اسود، سكر، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة زعتر. عندي 4 فصوص حبهان مدقوقين ورشة جوز الطيب. مفيش اسهل من كده. بصوا، مفيش اسهل من كده في التوابل كلها موجودة عندنا. مفيش حاجة يعني مختلفة. هننزل بالزبادي بتاعنا والتوابل، هنمكس كله مع بعضه. لازم لازم وضروري تبات في التتبيلة يوم كامل يا جماعة، تأكيدا يوم كامل. هنا عندي يعني هو كان اكتر من نص الكوباية ليمون، عصير ليمون. ده مج الشاي العادي، يعني بيوازي مج الشاي العادي. وهنا عندي كوباية ونص خل. لازم الخل طبعا يبقى كتير فيها لان ده سر المزازة بتاعتها والجمال كله يعني. ومش هحتاج طول ما انا هنتهي باللغايه ما هسوي وكده، مش هحتاج ازود اي حاجه، لا توابل ولا خل ولا ملح. كان كله تمام يعني الصراحه. هننزل طبعا باللحمه بتاعتنا، نقلب ده كله. حطينا زيت طبعا عشان بس انا نسيت اقول، حطينا زيت. هنقلب ده كله ونحطها في التلاجة يوم كامل. هعيد وازيد يوم كامل. منستهونش صراحة بتبييت الحاجة في التتبيلة، بتفرق في الطعم نهائي، حتى الكفتة الصراحة. هنا عندي مقدار الطبق ده كان مليان ليا مقطعة مكعبات ليا ضاني. ما حدش يقول لي لا. لا، ما بصوا، الشاورما اللحمه ما تنفعش غير باللي الضاني صراحه. هي بره كده، هي بره بتتباع باللي الضاني، فهنيجي نعملها في البيت من غير ضاني ازاي؟ انا كنت مسخنه الحله ونزلت بالليه بتاعتي كانت الاول على نار عاليه، وكده ههدي النار خالص وهسيبها تسيح يعني براحتها، اغطي الحله وهسيبها. وهنحط هنا شويه زيت طبعا معاها عشان ما تتحرقش، تحافظ يعني عليها من حرق. هحط لكم بقى على تكه خطيره هتخلي اللي ما بيحبش ريحه اللي هي الدنيا بتتسيح كده يبقى متضايق منها. لا، تحطوا بقى رشه الفانيليا دي، هتخلي الريحه طالعه كانكم بتعملوا حلويات. انا كان بيسالوني في البيت اخر اليوم بيقولوا لي انت كنتي عامله ايه حلويات بقى؟ قلت لهم انا ما عملتش حلويات. يقولوا لي لا، ده كانت ريحه الشربات ماليه البيت. قلت لهم لا، ده ريحه الفانيليا اللي انا حطيتها في تسيح اللي هي. فالحمد لله يعني التركه دي مش هتاثر على الطعم طبعا، هي بتدي بس الريحه. فجربوها وصدقوني صدقوني هتعجبكم جدا، يعني هتستظرفوا الموضوع ومش هتحسوا باي مضايقه يعني في الريحه. زي ما انتم شايفين انا بتخلص من القطعه بقى اللي اتحمرت خلاص مش عايزاها. خدت جزء بقى، حجزت جزء وخدت جزء. هنزل بالبصل بتاعي، شايفين مقطعينه ازاي؟ هو كل كيلو من اللحمه عليه بصلتين كبار، بس مش دي الكميه كلها. انا بعد ما قطعت حجزت تلتين نزلت بيهم هنا، والتلت حجزته بره. هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنا بتبل بس البصل بتاعي وخليه يدبل، مش هيتحمر يعني، مش هياخد لون. على الجريل بقى بتاعتي بنزل من اللي انا مسيحاها، وهبدا اشوح اللحمه بتاعتي طبعا على اجزاء، يعني مش هنزل بيها مره واحده. علشان هي هتنزل ميه، يعني هي طبيعي بالنسبه للسوائل الكتيره اللي هي واخداها، الخل والليمون والحاجات دي، فمخليه فيها سوائل كتير هتنزلها، بس مش هتنشف يعني متقلقوش يعني. هي هتنزلها بترجع تشربها تاني وهتبقى جوسي وجميله، مفيش مشكله خالص. بس يعني انا عملت ما يعمل يعني، لقيتها برضو بتنزل لان هي شاربه كتير من الليمون والخل اللي احنا حاطينه يعني، فبتخلي فيها نسبه جوسي عاليه جدا. ببدا اشوح زي ما انتم شايفين اللحمه بتاعتي. انا ليه عملناها على الجريل؟ انا لو حطيتهم شوحتهم في حله مثلا هتاخد وقت معايا كبير قوي.
علشان المية طبعا اللي هتنزل منها وترجع تاني تشربها هتاخد وقت كبير جدا، وممكن اللحمة بتاعتي تتهري في الموضوع ده. لا، عشان كده انا ببقى على طاسة تيفال كده زي ما انتم شايفين، جزء جزء كده، هتلاقوها بتخلص اسرع من لما هنعمل الكمية كلها في حلة واحدة يعني وكده. طبعا الجزء اللي بيتشوح بروح بنزلاه على البصل اللي جنبي. بصوا البصل اهو دبل بس ما خدش لون. انا بهدي النار بقى، سايبه النار هاديه خالص على الحله بتاعتي دي، وهنزل باللحمه اللي ايه. بصوا نزلنا باللحمه اهي، كل كميه لحمه هخلصها هنزل ايه على البصل بيها. هنا كلاكيت تاني مره، انا بوريكم اهو حطيت ماده دهنيه، وهنزل تاني بكميه من اللحمه مناسبه، واسيبها ايه لحد ما تتشوح براحتها. هنا بقى تلت الجزء بتاع البصل اللي انا ما خدتوش هناك، احط عليه ملح وفلفل، واحط عليه شويه خل، بتبله زي ما بنكون هنعمل سلطه كده، وهسيبه يدبل زي بقى السلط. البصل الموجود في السلطه كده بيبقى دبلان شويه، وما بقاش ايه يعني حامي يعني، بقلل الحميان بتاعه شويه. هنا كنا خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا، هنزل بقى، انا طفيت النار خلاص، هنزل بالكميه الطماطم بتاعتي. طبعا كميه الطماطم زي ما انتوا عايزين، عايزينها كتير عايزينها قليله براحتكم يعني. هحطهم في صواني وهدخلهم في فرن كنت مسخناه على اعلى حاجه، وهسيبهم في رينج الساعه الا ربع. يعني هي اللحمه لو كلتوها كده هتلاقوها مستويه، بس انا ليه بدخل فرن؟ كله لازم يشرب من بعضه، لازم لما يقعدوا في الفرن الخضار مع اللحمه وكده في الفرن شويه، لا بتفرق في الطعم برضو جامد. وزعناهم زي ما انتم شايفين، هندخلهم بقى الفرن يقعدوا الساعه الا ربع بتاعتهم. طبعا اول حاجه نار عاليه، وكده بهدي النار. هنا عندي طحينه خام ومستردة وزبادي. لازم مستردة، انا الشاورمات لازم معاها مستردة. مزازة المستردة ورقها بيبقى حلو جدا. حطينا خل وملح وفلفل وكمون وشطة، هنخفف المية عادي جدا زي ما انتوا شايفين كده. كده القوام بتاعها ممتاز. الشاورما بتاعتي وهي طالعه سخنه بنزل عليها بالبصل الفريش والبقدونس الفريش، ونقلب نقلب ونحشي بقى السندوتشات بتاعتنا عادي خالص. سخونيه الشاورما وهي طالعه برضو بتساعد على ان ايه البصل ايه يدبل شويه. يعني لازم يكون الشاورما سخنه جدا وانا ايه بحط عليها البصل والبقدونس. طبعا معلش بقى الايه وانا بحط في السندوتشات ما جاتش اللقطه دي معلش. فهنا كنت خلاص حشيت السندوتشات كلها بالشاورما، وبعد كده بحط الطحينه زي المطاعم بره يعني. هما ده التكنيك بتاع بره بيبقى اظرف يعني، من ان انا احط الطحينه الاول وبعد كده احط الشاورما. كانت خطيره والله يا جماعه، يعني مش عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها والله ما هتفرقوها عن اللي كنا بناكلها بره زمان. جوده اللحمه عاليه جدا، التوابل حلوه ولطيفه، مش طاغيه على طعم اللحمه، انتي حاسه بطعم كل حاجه بتاكليها. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم، ان شاء الله هتعجبكم وتنفعكم في الرحلات والمصايف ان شاء الله.